تعالوا شوفوا انا عامله ايه النهارده. عاملين جلاش فظيع سخن مولع محشي جبنه. بصوا ده محشي جبن. شايفين؟ انا عايزه اوريكم بس الجبن اللي فيه عامله ازاي. شايفين؟ بصوا الجبن. شايفين؟ بصوا مقرمش وجميل. دوقوا ايه رايك؟ ده بالجبنه فظيع حلو جدا. وده بقى باللحمه رهيب. شايفين عامل ازاي؟ مورق ازاي؟ انا عايزه اوريكم بس من جوه. بصوا الحشوه بتاعته رهيب رهيب رهيب. شايفين التوريقه بتاعته عامله ازاي وجميل. هدوقه معاكم. بصوا مم. طعمه فظيع. عايز تدوقي رولو؟ تعالوا بقى نشوف احنا عملناه ازاي. مش هطول عليك. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وتعالوا نشوف احنا عملنا الفيديو ازاي. تعالي يا ست اقولك ازاي تعملي الجلاش بطريقة حلوة ومبسطة ويطلع مورق وجميل وطعمه تحفة، وكل اللي هيدوقوا منك هيقولك تسلم ايديك ازاي انت عاملاه. هجيب بصلاية كبيرة هقطعها كده تقطيعة صغيرة. هي بصلاية كبيرة لاتنين صغيرين، وقرنين فلفل رومي. لو عايزة فلفل سبايسي براحتك هتقطعيهم كده صغير. اي تقطيعة صغيرة انت حباها. انا بحب اسهل عليكم الدنيا. عندي الكبة بس انا قلت ايه اقطعها معاكم كده يدوي كده سريعا. وهجيب طاسة على النار احط فيها معلقتين سمنة او زيت. انا حطيت سمن بلدي. قلت بقى داخلين على الصيام بقى ادلعهم وادلع نفسي كده. وحطيت البصلاية بشوحها كده، وحطيت معاها اهم حاجة معلقة ملح عشان يدبلها كده على طول. اول ما بدأت تتدبل كده معايا نزلت باللحمة المفرومة، حطيت شوية بهارات فلفل اسمر ملح. حطيتش زيادة عن كده اي حاجة. التوابل بتاعتها كل ما كانت بسيطة كل ما كانت احسن واجمل. واول ما بدأت لون اللحمة يغير نزلت بالفلفل اللي احنا كنا مقطعينه، وقلبته كده لحد ما اتشربت من بعض كده اهو زي ما انتوا شايفين. وكده كانت استوت وتمام. جبت بقى ايه لفة الجلاش وصينية دهنتها زيت. انا كنت حاطة سمنة على زيت في الطاسة دي. وبعدين بحط ورقتين وابدا ان انا احط سمن خفيف، مش بحط كتير، حاجات بسيطة ما بين الطبقات عشان يطلع مورق معاكي وجميل كده ومقرمش كده، ويبقى من جوه طري ومن بره مقرمش كده وطعمه حلو. وبدأت ان انا احط الخليط في النص واكمل باقي الطبقات دي. الورق بتاع الجلاش انا بقسمه نصه تحت ونصه فوق، وزي ما انتوا شايفين انا بحطه عشوائي كده برتبه علشان يبقى مظبوط معايا. بحط السمنة والزيت اللي انا حطاه بحط خفيف مش بحط كتير عشان ما يبقاش تقيل قوي، ويبقى في نفس الوقت مورق وجوسي من جوه كده. امشوا على التكات وبالتفاصيل دي كويس عشان يطلع معاكم كده حلو وطعمه جميل، لان انا اتسألت عليه كتير جدا. وهنا دي بقى كنت عملتها بالجبنة. دي جبنة موتزاريلا، حابين تحطوا ميكس جبن، حابين تحطوا اي نوع جبن انتوا حابينه. ودي جبنة رومي كانت عندي، بدأت ان انا ابشرها عليها كده. يبقى حطيت جبنة موتزاريلا وجبنة رومي مبشورة. دي واحدة عملتها باللحمة المفرومة، وواحدة عملتها بالجبن. وبدأت اكمل بقية الطبقات بتاعتها زي التانية بالظبط. نفس الخطوات بالظبط بتاع التانية. بس لو تحطي جبنة رومي صافي قلي السمن شوية، لان الجبنة الرومي بتنزل سمن جامد جدا. وبدأت ان انا اقطعها بقى مربعات كده عشان الخليط اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي يدخل فيها ويتشرب كويس. ولو وصلتي لحد هنا ولسه بتتابعيني متبخليش عليا بكلمة حلوة ولايك وشير. بحبكم وبموت فيكم. وبدأت ان انا اقطعها كده. هجيب بقى هنا عندي البولة وهحط فيها بيضة ورشة ملح وفلفل اسمر. ابدأ اربهم كده مع بعض كويس، وابدأ احط بقى الخليط اللي احنا عملناه السمنة على الزيت ده. هحطه واخلط عليه مقدار كوباية ونص مثلا لبن. اخلطهم كويس مع بعض، وابدأ بقى ان انا اسقيها بيهم لحد ما تتشرب معايا كويس جدا الاتنين.
وكده هما شربوا بقى المزيج بتاع اللبن والبيض ده مع بعض والسمن، والفرن درجة حرارة 200.